بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. النهاردة معانا حلقة مهمة جدا لا غنى عنها. أي حد عايز يزرع أرضه لازم يسمع الحلقة دي للنهاية. معانا رجل من أقصى المدينة، بالتحديد من تجمع إصلا وعريق، المهندس شريف. تعب وسجل فيديو كامل يشرح فيه كل حاجة عن شبكة الري من الألف للياء خطوة بخطوة. الفيديو ده لو كنت هتروح لمكتب أو مهندس عشان تسمع نفس الكلام كان هيكلفك كتير جدا، لكن هو حب يقدمه لوجه الله تعالى، وده المعنى الحقيقي للآية الكريمة: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عشان كده قلت لازم أشارك الفيديو ده معاكم. خليك مركز، امسك ورقة وقلم وشوف معانا الشرح من أول المواسير لحد آخر نقطة مية في أرضك. وبعد الفيديو ده إن شاء الله هتقدر تعمل شبكة ري بنفسك من غير ما تستنى حد. يلا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده نموذج لقطعة أرض، مخطط تفصيلي لشبكة التنقيط اللي أنا عايز أعملها بالنسبة لتجمع أصلا وعريق. أول حاجة إحنا عندنا الأرض، طول عرض الأرض 100 متر، في طول الأرض 200 متر. جينا هنا في نص الأرض باللون البنفسجي عملنا ده الطريق ده مشاية، قسم الأرض نصين، يمين وشمال، على يمينها 50 متر وعلى شمالها 50 متر. جينا هنا اللون الأحمر ده بيمثل خط المية الرئيسي اللي احنا عملناه. خط المية ده 3 بوصة ماشي من أول الأرض لآخر الأرض عشان نستفيد من ضغط المية وقوة المية. بعد كده عملنا بالعرض شبكات ري فرعية باللون البني. الشبكة دي 2 بوصة ونص أو 2 بوصة على حسب كل واحد عايز ايه. انا بالنسبه لي انا هعملها 2 بوصه ونص. ليه؟ لان الضغط عندي انا في اخر التجمع، فعايز استفيد من الضغط ان الضغط قليل، ان انا ازود كميه الميه بحيث يبقى الضغط متساوي في جميع الخراطيم، اقدر اروي بسرعه في وقت قصير. عندك هنا باللون الاخضر ده محبس بيقفل على الجزء اليمين، والمحبس بيقفل على الجزء الشمال. طيب احنا ليه عملنا خط الميه هنا؟ ما عملناهوش ليه تحت الطريق؟ عشان موضوع الصيانه، ان هو بيكون صيانته سهله وايه، وما يبقاش فيه مشاكل بعد كده لو حصل انفجارات في الخط ولا حاجه. بعد كده عندنا هنا في اخر الارض، واحنا وصلنا خط الميه لحد بعد اخر الارض بحوالي 10 متر. زرعنا هنا خط أشجار، بصد أشجار عشان يقلل من سرعة الريح بالنسبة للأرض. عايزين نعمم الفكرة بتاعة مصد الأشجار دي عندنا في التجمع من قطعة 1 لحد قطعة 12، عشان يبقى ده المصد الرئيسي للتجمع كله، لأن ده أول مكان بيتعرض للهواء في التجمع كله. طيب الخراطيم عندك طبعا احنا سيبنا 25 متر هنا في الاول، وبعد كده عملنا خط النقطات الاولاني ده بيغذي 25 متر كده و25 متر كده. الخط التاني على بعد 50 متر بيغذي 25 متر كده و25 متر كده. طيب هل احنا ممكن نستفيد من الشبكه القديمه اللي كانت موجوده، ان احنا نطلعها ونستفيد منها حاجه؟ طبعا ده مكان الشبكه القديمه اهو، وده مكان الشبكه، وده مكان الشبكه القديمه اهو. عندنا من بدايه الشبكه الجزء ده من المحبس من بعد 2 متر هنا، دي ماسورة 3 بوصة، وبعد كده الجزء ده كله 2 بوصة ونص لحد الايه، لحد الخط العرضي ده. وبعد كده من الخط العرضي ده لحد الخط التاني ده 2 بوصة، وبعد كده لحد فتحة الغسيل ده بوصة ونص. فبعض الناس ممكن تعمل ايه؟ اول حاجه بالنسبه للخط ده اللي هو البوصه ونص ده، احنا حطيناه في الاخر عشان نغذي بيه مصد الرياح. والخط ده ممكن بعض الناس تستفيد منه، ان هي تحطه في الاول يغذي السور بتاع الارض. طيب هنا عندنا برضو هنا الجزء ده 100 متر. ال 100 متر ده ممكن استفيد منه ان انا اركبه هنا بالعرض واخرمه واشتغل بيه، يبقى انا وفرت على نفسي مواسير 2 بوصه. في بعض الناس بتقدم مقترح ان هي تستفيد من البوصه ونص والاتنين بوصه اللي هنا في ايه بقى، ان هو يركب 25 متر كده 2 بوصه، وال 25 متر الباقيين يستفيد من الخط ده ان هو يقطعه ويركب منه هنا 25 متر، يبقى عنده نص الشبكه هنا 2 بوصه، نص الخط 2 بوصه، والخط الباقي بوصه ونص.
انا بشوف ان المقترح ده ينفع مع الناس اللي هي قريبه من الخطوط الرئيسيه بتاعه الميه، فينفع الموضوع ده كويس عندها. اما انت لو عايز تاسس شبكه قويه من الاول تفضل معاك سنين، فانا المقترح ده من افضل المقترحات اللي انا شفتها ونقدر ننفذها. وهيبقى عندك الميه ما شاء الله تبارك الله، عندك تقريبا 9 محابس، هذا على كل ربع هنا محبسين، وهنا محبسين، وهنا محبسين، وعندك محبس بيغذي خط اللي هو بتاع المصدر الرياح. يبقى انت كده استفدت من البوصة ونص ده، ان انت نقلته هنا استفدت منه كمصدر رياح، وممكن تستفيد من البوصة ونص انك ترجعه هنا. والخط ال100 متر دول استفدتهم بالعرض، يبدأ ايه، يبقى انت استفدت من كل الشبكة القديمة، فعمل شبكة جديدة افضل واقيم. دي طبعا الخراطيم. في بعض الناس بتقول ان احنا ممكن نعمل هنا حتة بيبقى فيه خط سلك كده، بحيث ان الخرطوم ده يفضل مشدود ما يبقاش متني، يبقى انت عندك الخطوط دي مستقيمه. لان الخراطيم دي لما بتتفرد بيبقى بيحصل فيها تعرجات وانحناءات، دي ممكن تاثر على بعد الميه وقربها. يعني لما بيكون الخطوط جنب بعضها متوازيه بيبقى الميه مظبوطه، فطبعا يبقى الري مظبوط. اما لو في تعرجات ممكن جزء يتروي وجزء تاني ما يوصلوش الميه، فيكون في فقد في الميه. حبينا نقول للناس على الخطة اللي احنا عاوزين نفكر فيها، سايبين رقمنا على الورقة للمقترحات، بحيث ان احنا نعمل منظومة كويسة جدا الناس تقدر تستفيد منها. وشكرا لحضراتكم. زي ما شفتوا يا جماعة، الفيديو كان فيه شرح كامل لشبكة الري، بس لازم أقولك على نقطة مهمة: مش شرط تنفذ الشبكة دي بالحرف، كل أرض ولها طبيعتها. اللي هيزرع 5 فدان غير اللي هيزرع فدان غير اللي هيزرع فدانين. فلو لسه في البداية، شد الخط الرئيسي بس، وابدأ من فوق أرضك من الأعلى، وابدأ زراعة وانت نازل ناحية المدق، وخلي التنفيذ على قد احتياجاتك وإمكانياتك. خد الفكرة وطوعها على وضعك. الهدف انك تفهم المبدأ وتعرف ازاي تشتغل بإيدك وتفهم كل حاجة في شبكتك. مش مهم تطلع شبكتك شبه اللي في الفيديو، المهم انك تبقى فاهمها وعارف كل وصلة فيها ماشية فين ورايحة فين. وده اللي احنا بنحاول نوصله في خيرات وادي سعال، انك تعرف كل تفصيلة في ارضك. وكمان يا جماعة خدوا بالكم، في شوية تريكات لازم تتعمل في شبكة الري. اول حاجة، لما تيجي تعدي ماسورة تحت الطريق، اعمل حاجة اسمها سليف. يعني ايه سليف؟ يعني ماسورة اكبر من الماسورة الاصلية. ليه؟ عشان لو حصل تسريب او انفجار ما تضطرش تفحت في الطريق. كل اللي هتعمله انك تقطع من الجنبين وتسحب الماسورة القديمة وتركب الجديدة. تاني حاجة، لما تيجي تركب المحابس هاتها 2 لاكور مش لاكور واحد، علشان لو حصل عطل في المحبس تقدر تفك المحبس بسهولة من اللاكورين وتركب البديل من غير ما تضطر تقطع ولا تكسر في الخط. نقطة مهمة جدا برضو، قبل المية ما تدخل الشبكة لازم تركب فلتر عند بداية الخط الرئيسي. الفلتر ده بيمنع الرمل والشوائب تدخل الخراطيم وتسد النقطات. حتى لو المية نظيفة، الفلتر ده بيطول عمر الشبكة وبيحافظ على انتظام الري. دي تفاصيل بسيطة بس بتفرق جدا في شغل الشبكات على المدى الطويل. شكر خاص جدا للمهندس شريف من تجمع إصلاع وعريق اللي تعب وسجل الفيديو ده بكل التفاصيل وقدمه لوجه الله عشان يساعد كل واحد لسه بيبدأ طريقه في الزراعة. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. استنونا في الحلقات الجاية، هيكون فيها شغل عملي من قلب أرضنا في وادي سعال. لكن قبل كده في الحلقة الجاية إن شاء الله تحديدا هنجاوب على سؤال ناس كتير بتسأله: ليه ما غيرتش اسم القناة من خيرات وادي سعال إلى رجل من أقصى المدينة؟ والسؤال ده وراه حكاية كبيرة فيها معنى وفيها رسالة. استنونا تشوفوا القصة من أولها. رجل من أقصى المدينة. سلام عليكم.